يا مساء الفل على بتوع الكوره وماتش الاهلي والرجاء اللي انتهى بصعود الاهلي لقبل نهائي دوري ابطال افريقيا. ومبدئيا اي حد مش عاجبه الاداء او الطريقه اللي كولر النهارده كان بيلعب بيها احب اقول له روح اتفرج على ماتش الاهلي وفلامينجو او ماتش الاهلي وصن داونز في بريتوريا. ده الكواليتي بتاع اللعيبه بتاعتنا، احنا ما نقدرش نلعب بره ارضنا وفي ملعب متقفل بالجمهور وتلعب كوره هجوميه وممتعه والكلام ده، هنخسر وهنشيل سكور كمان. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ انا لو سالتك مين احسن فريق في العالم حاليا بنسبه 90% هتقول لي مانشستر سيتي. السيتي بقى لما كسب البايرن في الذهاب جه في العوده قتل الماتش ولعب ماتش رخم جدا عشان هو مش محتاج يتعب نفسه. تخيل يبقى عندك هالاند ودي بروين وتضيع وقت وتدافع، لا ده كده كولر كتر الف خيرك ووصلتنا للي احنا عايزينه. هيجي واحد يقول لك انت شكلك ما كانش حلو وكنت بتدافع دفاع مبالغ فيه، انت بتلاعب الرجاء مش بايرن ميونخ. هقول لك ان كلامك ده دليل على نجاح كولر اللي يخلي اقوى فريق هجوميا في دوري ابطال افريقيا السنه دي يظهر بالشكل ده، يبقى دي قمه النجاح. الرجاء مسجل 17 جون في 6 ماتشات، الرجاء ما خسرش ولا ماتش، الرجاء اقوى فريق هجوميا في البطوله. فبالعكس انا شايفه مبسوط جدا من كولر انه بدأ يفهم افريقيا صح. ونيجي بقى للرجاء اللي كان النهارده بيلعب على 3 كور. اول فكره الطوليه اللي بتتلعب في ظهر معلول، وعلى فكره النهارده ما نجحتش ولا مره. الفكره الثانيه هي مثلث بيتعمل كده ناحيه الباك اليمين عشان يروح يعمل عرضيه او يشوط على الجون، بس كان بطلهم فيها النهارده هو ديانج، سرحان غريب جدا كانه لعيب هاوي بيتفرج على الكوره مش مع تحركات اللعيبه. حتى نقطه القوه اللي كانت عند ديانج وهي المخزون البدني كان تاو بيرجع هو وهاني وديانج لسه بيرجع يتمشى. والفكره الثالثه هي ان اي لعيب جوه ال 18 يرمي نفسه وخلاص. كنا عايشين في مسلسل درامي مش ماتش اساسا. وحابب اتكلم على حاجه عجبتني قوي في لعيبه الرجاء والجمهور بتاع الرجاء. بص كده على الكوره دي، اول ما هتخرج هتلاقي ان اللعيبه كلها رايحه تخطف الحكم على طول، ولو في صوت في الفيديو كنت سمعت صوت الجمهور هتلاقيه متفاعل مع اللعيبه. فنفسي لعيبتنا تتعلم الحاجات دي بدل ما هم بيبقوا كيوت زياده عن اللزوم. وبمناسبه الترند بتاع النهارده، امام عاشور جاي الاهلي وبعض من جمهور الاهلي اللي كان بيقول لك مش عايزينه، فقال النهارده في ماتش مصيري ومضغوط زي ده شفت لعيب واحد في نص الملعب قادر يحط الكوره تحت رجله ويمشي بيها؟ هل في ظل الضغط العالي اللي كان حاصل من لعيبه الرجاء كان في واحد قادر يعدي واحد على واحد من نص الملعب؟ هل كان في لعيب بظهره للملعب وقدر يلف عشان يمشي بوشه بدل ما يرجعها لورا بسهوله او يشتت الكوره؟ هي دي الماتشات اللي بيتقيم فيها المراكز فعليا، مش ماتشات الدوري خالص. ونيجي بقى للشناوي اللي جبت اخري منه، مش عارف ايه يا عم الكور الطوليه دي في ايه؟ اعتقد لو حد عنده احصائيه النهارده لو لعب مثلا ايد ورجل 40 كوره مثلا في 60 منهم غلط. وبعدين نفسي افهم هو بيلعبها على مين؟ انت قدام عندك كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو، ولا فيهم واحد بيعرف يستلم تحت ضغط، ولا فيهم واحد بيلعب بدماغه، ولا فيهم واحد محطه؟ بتلعبها على مين؟ فنفسي اعرف الشناوي دايما مستعجل على ايه؟ اللعيبه بتبقى عايزه تهدي الريتم وتاخد نفسها، الاقي الشناوي ايد ورجل في ايد الحارس التاني ومحدش من الجهاز بيكلمه. لعبد المنعم الكواليتي الاوروبي اللي بيحسسني من كتر البرود والثقه اللي عنده انه بيلعب حجز خماسي. ياسر ابراهيم النهارده عالمي، كور عاليه، كور على الارض، واحد على واحد، كل حاجه النهارده 10 من 10 ما شاء الله عليه. ومحمد هاني اللي اتحول مع كولر تحس شخصيته بقى كابتن في الملعب كده، معرفش يا ابني الهدوء والعقل والثقه دول كنت مخبيهم عننا فين؟ وحمدي فتحي اللي النهارده كنت هتلاقيه دايما مهاجم تاني او جنب المهاجم والكره ترد علينا تلاقيه بيدافع ومطلع الكوره. حمدي فتحي النهارده مجهود بدني جبار. وبعدين كفايه ان هو كان بيلم الكوارث اللي عمال يعملها ديانج. لمروان عطيه اللي الكل عارف ان هو من لعيبتي المفضله، لكن اعتقد وصل للكل ان مركز 8 محتاج مواصفات خاصه للخروج بالكوره، للتحكم في رتم الملعب، لصناعه اللعب اساسا. مروان عطيه لاعب مركز 6 عظيم، لكن مركز 6 بس. ونختم ببيرسي تاو. حد حاسس بفرق ما بين حسين الشحات وبيرسي تاو؟ يعني لو واحد بيتفرج وما يعرفش اللعيبه دي وقلت له ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، هل هيحس ان ده لعيب محترف وده لعيب محلي؟ اعتقد السنه دي وكفايه قوي لحد كده. وسؤال الحلقه، قولوا لي مين نجم الماتش من وجهه نظركم؟ محمد هاني ولا ياسر ابراهيم ولا عبد المنعم ولا حمدي فتحي؟ ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات رايكم واعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم الحلقه الجايه على خير.